نقول تصريح صغير كده هوت. لما تمشي في مجتمع تجد فيه عشوائية في المباني، اعرف ان الدولة دي ضعيفة. ده مدلول سياسي. مدلول سياسي يعني عشوائية فكر، مدلول سياسي يعني فساد في التعليم، مدلول سياسي يعني فساد في كل قيم المجتمع. هذا المجتمع ينهار لان العشوائيات تظهر حينما تضعف قيمة وقوة الدولة. حالات التعصب لا تنشأ الا في حالات ضعف الدولة. يعني لن تجد مجتمع بأي شكل من الأشكال متعصب لأي من الأطراف. خلي بالكم، في اليمين في تعصب وفي اليسار في تعصب. يعني هتجد في إخواننا في أقصى معسكرات اليسار متعصبين، وفي أقصى معسكرات اليمين متعصبين. التعصب هو داء وآفة كل ما هو قليل العلم، مش عايزين أكتر من كده. لما قيمة التخلف تعلو وقيمة العلم تدنو، يظهر مجتمع من العشوائيات. الدولة فيه ما تبقاش موجودة، والقانون فيه لا يعلو، وقيمة المجتمع بمؤسساته تدوب. وده اعتقد اللي احنا بنعيش جزء منه النهاردة خطير جدا.